زي النهارده 3 نوفمبر بيصادف عيد الاستقلال في بنما، الدولة اللي قدرت تحصل على استقلالها عن كولومبيا سنة 1903. فتعال نعرفك بمعلومات وحقائق هتدهشك عن دولة بنما. بنما هي المكان الوحيد اللي تقدر من خلاله تشوف شروق الشمس على المحيط الهادي وغروبها على المحيط الأطلسي، والظاهرة دي بتحصل في بنما لأنها بتمتد من الشرق للغرب وليس من الشمال للجنوب. العملة البنمية اتسمت بالبوع على اسم المستكشف الإسباني فاسكو نونيز دي بالبوع، وهو أول أوروبي يعبر برزخ بنما ويوصل للمحيط الهادي. ورغم كده الغريب في نظام العملة في بنما هو إنه بالرغم من وجود بالبوع كعملات معدنية، لكن البلاد بتستخدم الدولار الأمريكي في العملة الورقية، لأن مفيش عملة ورقية بنمية مطبوعة، فالدولار الأمريكي بيحل محلها. وده طبعا حاجة غريبة في دولة مستقلة. يمكن أول حاجة بتيجي على بال أي حد بيفكر في بنما هي قناة بنما، اللي تعتبر واحدة من أهم الممرات المائية الاصطناعية في العالم، فهي طريق مختصر للتجارة البحرية ربطت بين المحيطين الأطلسي والهادي. لكن مشروع كبير زي ده ما كانش خالي من المخاطر والأحداث الغريبة، فوقت بناء القناة اتوفى أكثر من 25 ألف عامل، وكان على منشئ القناة التعامل مع مجموعة من العقبات بما فيها التضاريس الصعبة والطقس الحار والرطب والأمطار والأمراض المدارية المتفشية. في السنة الواحدة بيستخدم القناة ما بين 13 ل 14 ألف سفينة، وكل سفينة بتعبر القناة بتدفع رسوم على حسب حجمها وحجم حمولتها. بعد ما عرفت المعلومات دي، قول لنا ايه اكتر دولة غريبة تحب تزورها؟